دوله السنغال دوله محترمه وعندنا معها مصالح وهي عندها مصالح عندنا، وحنا شفنا بانه مع كل اسف النظام الجزائري مورا هذا الشيء. استغفر الله يا ربي. يحرك وماشي بعيد فلوس كثيره تعطات لهذوك المغوتين المبرزطين اللي تهجموا حتى على السلطات الامن المغربيه، ولكن هذا الشيء ما خصناش نخلطوا، ما خصناش نخلطوا. الشعب السنغالي شعب ديالنا، وحنا برك من ذاك الحماس، حنا راه خصنا الاعمال والعقل ماشي غير الحماس والبكاء، لا نوضوا نبنيو ولادنا. وانه اليوم المعركه ديال منظومه القيم لا تعني الانبطاح او العبوديه الطوعيه. احنا ظريفين وواحد باغي يمشي تما تقول له انا غادي نتسرح في الارض وتمشى فوق مني، كيفاش هذا الشيء؟ المغاربه خصهم يحافظوا على كرامتهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ويفرضوا الاحترام. انا ما كيعجبنيش داكشي ديال الظرافه العوجه الانبطاح. بحال شفت واحد السيد في الطاكسي يلاه كيربح القوت ديال اليوم ديالو بالنظر بالتضييقات وداك الشيء مسكين وليبيريزاسيون اللي كاينه. انا هز الافارقه فابور، ما تهزوش فابور، يخلصوا وصلوا عندك الا جاو في الطياره وجاو. اسمح لي، الحق حق والباطل باطل. بركه من هذا الانبطاح. المغاربه حنايا راه ربونا على الخوف وربونا على الانبطاح. وهزوا راسكم شويه المغاربه، راكم تستحقوا الاحترام، ولا كاين شي معركه نبنيو القيم ونبنيو بلادنا ونبنيو العلاقات. حنا حتى هذا الخبث ديال الحكام الجزائريين بغينا نقضيو عليه ببناء المغرب الكبير. حنا بغينا نتعاونوا، ما دير يدينا في اطار من التكامل والتعاون. تعاونوا يا سيدي، واخا ما بغيتوناش ما بغيناكم. اشنو ربحنا من داك المنابر ديال سبني سبك؟ لا، الشعب الجزائري شعب شقيق، الشعب الجزائري شعب شقيق حتى هو مغلوب